كان في وحدة غجرية وحياتها كلها بين الغنم، تطلع تسرح بهالغنمات وترجع على البيت، مختصرة على هالشي هاد. لكن كانت هي كتير كتير جميلة، فهو مارق الأمير شافها وعجبته وتقدم لها للزواج وتجوزها. لما أخذها على هالقصر وصار يجيب لها أكل أشكال ألوان، والخدم رايحين جايين، شي يقدموا لها أنواع حلويات فخمة، شي ياخدها شي يجيبها، تقعد هيك تطلع تشوف إن هي بقصر وتشوف السما من الشباك، تقول له اختنقت، ما عاد فيني عيش، شو هالعيشة هي، متضايقة، ما عم بقدر اتنفس. اجت امها زارتها قالت لها اخ يا بنتي بتلبسي الطاقة وبتشوفي ربك من الطاقة، شو هالعيشة؟ وهي متعودة انها تشحد، يعني بطبيعة الحال متعودة انها تشحد، بس تشوف الامير طلع من هالغرفة تروح يا طاقة اعطيني رقراقة، يعني عم تشحد من تخيلوا من الشباك. فهي بدمها يعني طبيعي. وكانت باستمرار كل ما تتعشى هي والأمير تذكر له هالجملة، يا محلى حلاية أهلي بعد العشاء بتقريطة. يقول لها طيب شو؟ يجيبوا لها أصناف حلويات خطة أهل الخدم والطباخين ويدللوها، ما خلوا شي، وهي تقول لا عند أهلي غير. قام هالأمير من كتر الفضول أخدها وراح زار أهلها. اتعشت هي وأهلها العشاء البسيط، قام أهلها جابوا هيك حفنة من القمح وحمصهم على المجمر نفسه تبع القهوة، وبعدين خربطهم بين الرمل، وصاروا يدوروا بين الرمل وياخدوا حبة القمح يلي تحمصت ويقرطوها. فلما تطلع عليها قال لها انت شكلك ما رح تشوفي، يعني ما رح تقدري تعيشي عيشتي نهائيا، فخليكي عند اهلك وعيشي عيشتك اللي انت بتعودي عليها. وكتير كتير احيانا في ناس لو نحطهم باي مكان بالعالم هن متعودين على مستوى معيشي معين مستحيل يتطوروا عليه، فما نلوم الناس اللي حواليه. اذا بنلبسها حرير وبيكون خدامه وزير بدها تضل تقول انا ما معي وانا بدي وانا، مو بايدها، ما بيلبق لها.